سأدخل بقصة هو ما يعرفها، مش ما ذكرت في الكتاب. وبعطيك ملخص الكتاب هذا. يقال انه في بنتين صغار في بريطانيا، واحدة اسمها سارة وواحدة تمارا. جت امهم ولقتهم متقاضبين الشوش، تعرف هذا تعبير نجد، متقاضبين يعني كل واحد قابض شوشة الثاني. بدر عبد المحسن الله يرحمه يقول اقضب الليل تكفى لا يروح، ما يبغى اللي يروح، اقضب الليل. فمتقاضبين الشوش على برتقالة، كل واحدة تبغى تاخذها. فامهم جت حل ابداعي، قالت انت قالت لساره انت ايش تبين بالبرتقاله؟ قالت انا ابغى القشره بسوي منه مربى. سالت تمارا وش تبين انت؟ قالت انا ابغى اللب العب اعصره. فقالت خلاص، قطعت البرتقاله، اعطت هذه القشر واعطت هذا الحل الابداعي. الكتاب كله يدور حول هالفكره هذه. لكن جماليه الكتاب هذا اول شيء المؤلف القدير روت جود هذا مدرب في الابداع. له كتاب أنا قرأته زمان واستعرضناه هنا اسمه فن التفكير الإبداعي. يدرس هو في كلية سنترال سانت مارتنز في بريطانيا، يدرس الإبداع ويعطي دورات لشركة أبل وشركة سامسونج، ولما يعطيهم معناته إبداع. هو يقول يا أبو يحيى في الكتاب ذا مؤسس مجموعة أفكار. قال المستقبل، ما هو المستقبل؟ قال المستقبل يمتاز في أشياء، أولها الانسيابية أنه زمن منساب، اثنين الشمول، ثلاثة تداخل التخصصات. ترى الآن التخصصات النظرية تقريبا تداخلت، يعني أنت الحين لما تسنب عندك خبرة في التصوير، عندك خبرة في اللقطات، عندك خبرة في قراءة السيكولوجية حقة الجماهير، فتداخل التخصصات. أربعة انهمار المعلومات، يعني أنت تجيك في اليوم 300-400 معلومة، من أول يمر الشهر تلقى معلومة واحدة. خامسا الحياة السائلة، سهولة الاستبدال، جوالك ترميه، ما عجبك صاحبك بيعه، ما ادري زوجك اخلعيه، هذه الحياة السائلة. الأفكار هذه كلها صارت هي ميزة هذا العصر. إذن ما المطلوب منا؟ مطلوب منا الآن عدة أشياء، إنك أنت تكون مدرك للأفكار التي تتدفق ليل نهار. منين تجي الأفكار؟ قال لك تجي من الكتب والأفلام والمباني والموضة والأنشطة التجارية، هذه تجي منها الأفكار. طيب الآن ايش الميزة الافكار الان؟ قال انه زمان عشان تتغير الافكار تحتاج جيلين ثلاثة. قال الان افكار العام الماضي صارت الان، يعني انترنت الاشياء، الناس طلعوا بالذكاء الاصطناعي، الحين الذكاء الاصطناعي ترى صار اولد فاشن، قديم، ما بعد الذكاء الاصطناعي. فصار في السنة الواحدة يمر عليك 3-4 موديلات. انا اتذكر بين التلفزيون قعدنا يمكن 20 سنة عشان يجي التليفون، بالتليفون 20 سنة عشان جاء البيجر، تركنا البيجر جاء 20 سنة عشان جاء جوال كذا. الآن لا، وتيرة سريعة. فبالتالي قال هو المهارات ليس لها قيمة، بمعنى قال أنت لا تمتلك مهارة، املك خاصية التعلم المستمر. بمعنى أبو يحيى اليوم قالوا له أبو يحيى هذا الاستديو، قالوا له بكرة لا نبغاك أنت تبث من معرض الكتاب أو من الصحراء. أبو يحيى يتعلم بسرعة المهارة الجديدة. والله جت سيارة الآن تساق بالطارة، قالوا لك لا، جت سيارة الآن تقول لف يمين تلف يمين، فأنت مضطر تتعلم. جاء تطبيق الواتساب أنت تتعلم، تجاوزوا الناس الواتساب راحوا للتليجرام أنت تتعلم. فهو يقول ليس مهم المهارة، مهم قابلية تعلمك وسرعة تعلمك لأي مهارة جديدة. لأنه لو أنت جلست حفار قبور بالطريقة التقليدية وجت حفر القبور بالطريقة الآلية أنت حتروح وطي على طول. عرفت الفكرة؟ فهو يركز على انه انت عندك قابلية التعلم المستمر. طيب الان لا بس اذا سمحت لي دكتور، انت من وجهة نظرك الان القابلية هل هي شيء فطري موجود في اشخاص وما هو موجود في اخرين، ولا شيء مكتسب انت تقدر تصنعه لذاتك وتكتسبه كل مرة؟ اي مهارة في الدنيا هي مكتسبة. واضح. اي فضل. شوف جينا عاد الان هو تكلم عن مزايا المبدع. قال المبدع يمتاز بعدة اشياء. اول شيء انه يطرح الاسئلة، ما يمكن يكون بس تقول له كلام زي ما انت الحين شوف انت مبدع طرحت سؤال، يطرح الاسئله. اثنين لا يمتص المعلومات بلا استجواب كالاسفنجه، يعني انت تشوف المتلقي الان تجي معلومات تجي وهو زي الاسفنجه يمتص يمتص يمتص. لا، لازم تكون انت منتج ومتلقي منتج ومتلقي سائل. ثلاثه انه متفائل. اربعه ذكي. خمسه يبحث عن الحلول. 6 لا يبحث عن الإجابة الصحيحة بل يبحث عن الإجابات الصحيحة. لأنه أي سؤال قد يكون له إجابتين 3 صحيحة. يعني الحين مفرح الشقيقي من الشقيق هذا صح، يشجع الفريق الفلاني هذا صح، يلبس ثوب أبيض هذا صح، وهذه كلها حقائق عنك.
أنا لو تلقى لي 20 معلومة كلها إجابات صحيحة. بدينا بخلاصة الكتاب. خلاصة الكتاب يقول الأفكار عشان تكون تنجح فيها وتسوقها وتاخذ عليها فلوس لها 7 شروط. الشرط الأول أن تكون صاحب أفكار بس. 2 أن تكون قادرا على التكيف. الآن الديناصورات ليش انقرضت؟ ترى مو من الجوع، انقرضت لأنها غير قابلة للتكيف. الدلفين ليش عاش؟ الدلفين ليش عاش؟ لأنه قدرته على التكيف. وكل ما كنت أنت متكيف كل ما كنت منتج أكثر. 3 أن تكون منفتحا على الأفكار الجديدة. بعض الناس أبدا أي شيء جديد يحاربه على طول ما يبغاه. 4 أن تكون بارعا في حل المشكلات. المشكلات كل الناس عندهم مشكلة وكل واحد يقدر يتكلم عنها لكن حلها. 5 أن تكون قادرا على التواصل مع الآخرين. عندك منتج تقول لا والله أنا مالي بالناس ولا أحب أتكلم. عشان كذا الصينيين عندهم مثل يقول إذا كنت لا تستطيع أن تبتسم فلا تفتح متجرا، لأنك ما تتواصل. إذا كنت لا تستطيع أن إذا كنت لا تستطيع أن تبتسم فلا تفتح متجرا. 6 أن تجيد الابتكار. أبو يحيى أخذ الكاسة هذه، هو الحين إذا أنت بتاخذها زي كذا لا، يقول لك إذا ماكدونالدز زي برجر كينج فواحد منهم ما له داعي، لازم أنت تبتكر على ما هو موجود. هذه من صفات المبدع. 7 أن تكون فنانا في تقديم المحتوى. سيدة تعرف تطبخ بس ما تعرف تقدم الأكل حقها، هنا مشكلة كبيرة. المهارات لها كما يقول تاريخ صلاحية. التعليم المستمر هو الحل. شوف يا أبو يحيى الكتاب هذا على صغره المقدمة هي أدسم ما فيه، لأنه المؤلف حط كل جهده في المقدمة، لكن حط 100 مشروع كل صفحة عليها رسمة، وتقول لك حاول انك ترسم صورة لمفرح الشقيقي بعد 10 سنين فيها هلا بالعرفة تصوره وهات له صورة. فهو يحاول يستدرجك من حيث الصور. لو سألتني كالعادة تسألني شيء عن الملحوظات. الملحوظات طبعا هو بحكم انه مصمم كبير فأكثر الأمثلة جابها بالتصميم، بل إنها تكاد تكون لا أنا ودي يكون أكثر من كذا المجال، لأنه الإبداع ترى عالم كبير ما هو صغير العالم، بس هو مركز على التصميم. يعني شوف الحين مثلا يعطيك يقول لك تخيل، شوف مثلا هنا يقول لك تخيل لعبة شطرنج بلعبة بالكمبيوتر كيف حتصمم الجنود. يجي هنا يقول لك هذا لو حاولت تحطه في حرب ماذا ستصنع له، هكذا وحاط رسومات. بعدين هو حاط في البداية انه انت تخيل عقل قبل لا تكتب، فانا كتبت عقل العرفج هذا هو بهذا الشكل، ولما تنتهي في اخر صفحة يقول حط عقلك بعد قراءة الكتاب، فلاحظت انه عقلي زاد بعد قراءة الكتاب. جميل، الله يزيده دائما.